قبل ذلك بين والذي يسعى لتحقيق النتيجة الإيجابية على أرضية ميدان وأمام جماهيره، خاصة مع الأزمة التي طالته قبل بداية الموسم. وفرصة قائمة للترجي الرياضي التونسي من الجهة اليسرى، ولكن فرج عبد اللاوي يعطي الذي يحاول وبدوره كرة الجهة اليسرى، انطلاقة خطيرة جدا الإمكانية في تسجيل الهدف. الفرصة للمستقبل من آخر يكون بمرتدة، ربما بفرصة هو يخلقها ويسجل هو الهدف الأول. الكرة والمحاولة ما زالت قائمة، والتدخل في مناسبة أولى وثانية، والكرة ترجية وبالكعب اللمسة وبعاد الكرة عليه يرفع الكرة وخطيرة، يخرج الحارس عبد القادر شوية امام اللاعب كام يرفض. الكرة خطيرة جدا للترجي الرياضي التونسي، تصويبة من اول فرصة تقريبا 15 دقيقة لإعادة. كرة كوناتي ضربت في القائم الايسر عبد الرحمن كوناتي يعمل التوزيع، يدخل الدفاع عبد القادر شوية يتصدى. قلت الكرات الثابتة، وكابتن فريق المستقبل الرياضي بكابس يتألق في الكرة الأخيرة، والكرات بكابس كرة في العمق خطيرة جدا. ما زال الضغط بوبكار اللمسة، والفرصة قائمة في الدوزيام بال. الكرة ما زالت للترجي الرياضي التونسي على الجهة اليمين، والتغطية الدفاعية فرصة للمستقبل. الكرة خطيرة، فرصة افتتاح باب التسجيل. المحاولة ما زالت قائمة، والتدخل من دفاع. الكرة ترجع بتماس لصالح مستقبل جابس، يخرج الحارس تحضير الكرة وامكانية التدفعين. ينطلق اشرف الجبري في هجوم الترجي الرياضي التونسي، يحاول يكون هو سباق على الكرة، يدخل داخل منطقة الجزاء، وهو اعطى قوة كبيرة لخط وسط الميدان على مستوى الدفاع وافتكاك الكره، وهذه توزيعها لصالح الترجي الرياضي التونسي. يتريث يرجع الكره لاوكبيلو، والضغط من مدافع الفريق المحل التسجيل في هذه المباراه، خاصه بعد التراجع الهجومي في اللحظات القليله الماضيه. متقدم هذا اللي يخليه يتحكم في الكره الاخيره وينقذ الموقف. ترجع الكره في دفاع الترجي الرياضي التونسي الى محمد امين توكاي الجزائري للجهه. الكره الخطيره بالنسبه للترجي الرياضي التونسي ما زالت قائمه، والعرضيه باتصال راسيه والتألق من الميدان ارتكبها عبد الرحمن كون حميده، والدفاع يتدخل الى الركنيه. الترجي الرياضي التونسي ثنائيه تتلعبها عبد الرحمن كوناتي ممتاز، يعمل المراوغه توسيع والكره تضرب في الدفاع. الترجي من خلال الركنيه، من خلال كره ثابته جديده، هل تكون المفتاح لافتتاح التسجيل في هذه المباراه؟ التوسيعه تلعب الكره ما زالت، هل تكون ركنيه الترجي الرياضي التونسي؟ والكره بالراس خطيره، مرت سلامات على دفاع المستقبل الرياضي. فرصه ترجيه، العرضيه تلعب في منطقه العمليات، ولا التدخل من دفاع المستقبل الرياضي بكابل، والتمريره مع كوناتي خلي الكره بالفانت، ولا التدخل. والكره لصالح الترجي اشرف الجبري في التوزيع، واللي قلت عنده اسبقيه على مستوى الهجوم. تتنفذ الركنيه، ترجع الكره من الدفاع والتدخل من توكاي في مناسبه، والكره نشاهد يعني اللحظات الاخيره من هذا الشوط. تماس طويل خطيره، والحكم يقول مخالف، يخرج والكره في القائم الاول ترجع من الدفاع. والتغيير اكيد بالنسبه لتشكيله ماهر الكنزاري كما قلت، اللاعب يعود ابراهيم كيتا اللي شفناه في لقاء السوبر التونسي امام الملعب التونسي، لاعب عنده امكانيات كبيره بالنسبه لدفاع الترجي الرياضي التونسي، وكذلك حتى على مستوى الهجوم، لانه ابراهيم باعتباره مولود في باماكو في مالي، ولكنه يلعب مع المنتخب الموريتاني، لعب الدور الثمن نهائي لكاس افريقيا الماضيه مع منتخب موريتانيا. والكره تخرج الى تماس بعد ما كانت الركنيه لمستقبل جابس. اذا التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي بعد دقيقتين من انطلاق الشوط الثاني. اوكبيلو يلعب الكره مع هنا على القنيشي من منذ انطلاق الشوط الثاني، والتعادل دائما دون اهداف. نعم 0-0، النتيجة ما زالت قائمة. الترجي يتقدم أكثر الهجوم، سقوط لاعب الترجي الرياضي التونسي بعد التوغل. ما زالت متواصلة، رفعنا الكرة إلى المرمى، والكرة خارج الترجي الرياضي التونسي. شوف الإعادة، رفع الكرة والجبري رغم أن كورته كانت فوق. لمسة والمحاولة والسرعة في مرتدة قائمة للمستقبل الرياضي بكابس، الإمكانية ولا التدخل ولا التصويبة مباشرة تضرب في الجدار. مكان القنيشي في وسط الميدان. حسام تقا صحيح ماهوش الخيار الاول في وسط الميدان عند المدرب ماهر الكنزاري، ولكن يدخل من حين لاخر. شفناه حتى في الكوبر، وهذه تسديده قويه من اونوتشي اوكبيلو، والكره تتعدى و30 ثانيه هذه الاعاده، والمخالفه ضد واللاعب الشاب للترجي الرياضي التونسي. عنده الكره في متابعه دفاعيه، ولكن يبحث عن المسانده، يختار التوسيع
والكره تعود في مره اولى من الدفاع، تنزل التمريره ولا يتقدم اكثر الهجوم في بحث عن تسجيل الهدف الاول في هذه المباراه. الكره والتوزيع قبل ما تحاول يجري كذلك مستقبل كابس المباراه في ظل طبعا الظروف اللي يبقى الترجي كذلك في حاجه لانه الحكم كما قلت تدخل في منطقه الجزاء، تتنفذ الكره والكره من عبد الرحمن كوناتي طلب بلا الحكم فيها مخالفه للترجي الرياضي. الترجي الرياضي من ابراهيم كيتا، ترجع الكرة من الدفاع والكرة خطيرة وفرصة الهدف الأول والدفاع يستميت. كرة خطيرة جدا، خطيرة قلت يخلق الخطر أينما صعد الهجوم الترجي. إبراهيم كيتا مرة أخرى العرضية في القائم الثاني، كوناتي والكنترول. الترجي الرياضي التونسي بلمسة وفرصة والبحث عن الثغرة والتصويب وتخايع المراوغة أولى ثم تسترجع من جديد للترجي الرياضي. كرة وتوزيعة في القائم الثاني خطيرة هاي الإعادة من جديد للفرصة الأخيرة. وخمسة تغييرات بالنسبة لطارق جراية، والكرة طويلة من هيثم ضو دخلت لعبد الرحمن كوناتي ولكن رجع من جديد لهيثم ضو، والمتابعة من أسامة اللطيفي ثم أونوتشي أوكبيلو في وسط الميدان يلعب الكرة مع هيثم ضو. هيثم ضو ممتاز، هذا اللاعب عنده لمسة سحرية يتمكن من التوزيع الايسر والكرة الى الركنية. الكرة تنفذ في القائم الاول بالراس مقطوعة من مدافع المستقبل الرياضي بكابس. ما زالت المحاولة ترجية. هذه كرة